سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه جديده اللي هي طاغط بمناسبه عيد ميلاد بنتي. وصفه تجي بزاف خفيفه وسهله خاصه للمبتدئات، يعني من اول تجربه ناجحه باذن الله. ما تنساوش اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فيها، ما تنساوش ديروا لي جيم هكذا باش تدعموني. نبداو على بركه الله. بسم الله. هنا نجيب ان ريسيبيون ندير فيه 4 حبات بيض. هنا نفصل الصفار عن البياض، ندير البياض وحده كما راكم تشوفوا، يعني الطريقه العاديه تاع الجينواز نفس الطريقه. بعد ما نفصل البياض هنا ما تنساوش انه البيض تاعكم يكون بدرجه حراره المطبخ، ما ديروش البيض بارد. هنا درنا له رشه تاع الملح وراح نطلع هذاك البياض نخلطه شويه، ما بدي يبدا يبيض لي شويه نبدا نضيف عليه السكر. هنا بالنسبه لكميه تاع السكر حنعطيها لكم يعني بالملعقه. انا استعملت 7 ملاعق كبار معمرين تاع السكر. نبدا نخلط غير بالعقل، نبدا نضيف على هكذاك على واحد 3 دفعات هذاك السكر ونخلط حتى تطلع لي لا اون مورينغ تكون شايده روحها. يعني كي راح نقلب لو ريسيبيون ما طيحليش هذيك لا مورينغ معناتها راهي واجده. هنا نحط لا مورينغ تاع دكوتي ونروح نجيب هذاك 4 صفار بيض نزيد عليهم غرفه صغيره تاع لافاني و7 مغارف كبار تاع الزيت و7 مغارف كبار تاع الحليب ولا تاع الماء، وراح نزيد عليهم 6 مغارف تاع فرينه ومغرفه تاع مايزينا. هنا تقدروا تستغنيو على المايزينا ديروا 7 مغارف فرينه. الملعقه اللي استعملتها انا استعملت ملعقه كبيره كالعاده، ونديروا نصف كيس تاع خميره كيميائيه. انا استعملت 5 غرام من الخميره الكيميائيه. هنا نخلط برك المكونات حتى يتجانسوا، ما نخلطوش بزاف. وراح نضيف هذاك البياض ونخلطو نضيفوه على دفعات كما على بالكم. لازم نخلط من الفوق للتحت باش ما نطيحوش الخليط ديالنا. نبدا نضيف فيه ونخلط. هنا نكون شعلت الفرن على 160 درجه من قبل، غير بديت الخلط كنت شعلته باش يسخن لي الفرن مليح. هنا بعد ما ضفت هذاك البياض وخلطته غير بالعقل كما راكم تشوفوا، رحت جبت صينيه 30 على 40 سنتيمتر، درت لها ورق الطهي وراح نفرغ الخليط ديالي ونسيي نسويه بلا سباتول ولا اي حاجه تكون عندكم، يعني سيو سقموه ونخبطوا البلاطو تاعنا باش نخرجوا كاع الهواء اللي فيه وندخلوا يطيب واحد 10 دقائق ونخرجوا. هنا بالنسبه للشربات ولا السيرو اللي راح نسقي به الكيكات تاعي، درت كاس كبير تاع السكر وزوج كيسان تاع الماء مع عصره تاع القارص، يعني نضيف هذاك القارص ونخليه يغلي معاه واحد 10 دقائق ونطفي عليه. هنا بالنسبه للبسكويت تاعي راهو طاب، ما تخلوش يطيب مليح. هنا راهو طاب كما راكم تشوفوا. كي ندخل فيه الكوردون يخرج لي ناشف، معناتها البسكويت تاعنا راهو طيب. هنا بالنسبه للكريمه انا استعملت لا شونتيي، تقدروا تستعملوا الكريمه السائله. انا درت كاس كبير تاع شونتيي عليه نصف كاس تاع ماء يكون بارد مليح كما على بالكم. هنا دوك لا شونتيي على حساب الكميه راح تستعملوها، تقدروا ديروا اكثر. نخلطها مليح لا شونتيي تاعي. بعد ما تطلع راح نضيف عليها كميه من الكراميل. يعني بالنسبه للوصفه تاع الكراميل راني درتها معكم، راهي في القناه ديالي، حنخلي لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف. هنا البسكويت تاعي راني رشيته بسكر كلاص باش كي نقلبو الا كان مازال ما نشفش مليح ولا الاخر ما يسقليش في البابي كويسون كما راكم تشوفوا. راني نحيته. هنا انا استعملت اطار تاع حنقيس به، درت 18 سنتيمتر. يعني هذا القياس هذا الورقه هذه تاع البسكويت درت غير وحده، بصح لا الا استعملتو حبيتو ديروها كبيره على هذه لازم ديروا 2 بلقات ولا 3. انا هذا القياس استعملته جاتني سوا. دوك هنا نبدا في المونتاج. هنا نحط البسكويت تاعي نبدا نشرب فيه بالشربات. دوك هنا نتوما تشرب كل واحد كيفاش يحبها، اللي يحبها مشربه بزاف يكثر الشربات، واللي يحبها تجيه ماشي مشربه ينقص بيان سور. هنا بعد ما شربتها راني درت لها هذاك الاطار عاودت رجعته باش تخرج لي كاع كيف راني ندير في الكريمه ديالي. ندهن مليح الكريمه هذيك. الكميه تاع الكريمه قلت لكم كل واحد والذوق تاعو، كاين اللي يحب يدير بزاف كاين اللي يحب يدير يعني شويه. هنا بعد ما درت لا شونتيي راح نضيف عليها الكراميل
وراح ندير عليها جوز كنت كسرته خليته يعني ماشي ما رحيتوش مي كسرته هكذاك غير يعني بيدي خليته شويه خشين كما راكم تشوفوا نرشها. دوك هنا الداخل ديروا واش حبيتوا تقدروا ديروا بنان تقدروا ديروا لوز كاوكاو كل واحد واش يدير. هنا راني زدت الطبقه الثانيه زدت رشيتها بالشربات ديالي وراح نزيد نفس الطريقه لا كريم الكراميل وندير الجوز. هنا الطبقه الثالثه راح نديرها بهذوك البقايا تاع البسكوي اللي قعدوا هذوك لي شوت هما راح نعمر بهم هذاك الوسط وما راحش يبان يعني باللي فيها البقايا تاع البسكوي. كيف بنفس الطريقه نعاود ندهن لا كريم وندير الكراميل الجوز يعني الطريقه راهي واضحه. دوك هنا الطبقه الاخيره بعد ما حطيتها انا حنشربها بصح هنا تشرب تاع الطبقه الاخيره حتكون كميه غير قليله ما تشربوهاش بزاف من الفوق باسكو انا ما نحبهاش ناشفه على بها شربتها شويه برك من الفوق وراح نحطها في المجمد خليتها واحد زوج سوايع باش تعاوني في الخدمه باش كي نجي ندير لها الطبقه الفوقانيه وندير نفيني تجيني لا فينيسيون سهله باسكو قد ما تكون بارده قد ما تساعدكم في الخدمه. هنا بعد ما درت الطبقه تاع الكريمه تاع من الفوق دوك نسيي نليسيها ونخدمها. يعني هنا تقدروا في الخدمه ماشي لازم لكم ادوات تقدروا غير بلا سباتول تخدموها تليسيوها. دوك هنا التزيين يبقى اختياري انا كيما هنا زينتها بالكراميل هذاك اللي كنت خدمته برك. هنا الكراميل الا شفتوه جاكم ثقيل عاودوا خفوه سخنوه شويه في ميكرووند ولا ديروه في باماغي سخنوه باش يطلق روحه ونقدروا نخدموا به اليز. دوك هنا كيما قلنا كل واحد يديكوري كيما يحب كل واحد الذوق ديالو. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. هنا ما بقى لي غنقول لكم تبقاو على خير نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. سلام.